رجعت معكم في الجزء الثاني تاع جديد ليدل. خليناها بهاد السنيدلات كما تشوفوا هاد الشكل. كذلك نتاع البنيتات فيه هادوك الوريضات، فيه جوج الوان، كاين في الغوز وكاين في الباج. الثمن ديال هاد السنيدلات 9 اورو 99. والان نفوتوا للجهه نتاع اللي فيها حوايج الاكل، المواد الغذائيه. كاين هاد السباكيتي اللي هي فيها ثلاثه نتاع الالوان، والثمن ديالها اورو 39. ونشوف هاد المعجنه هي بحال شكل، جايه بحال شكل ملفاي، بحال وهي غير عجينه مورقه. هذه الطماطم الجافه الثمن ديالها حتى هي داروا فيها تخفيض. هادو الشبكات اللي كان نتاع الشوا اللي كديروهم على المجمر ولا على النار، عمليين للشوا نتاع الخضر ونتاع اللحم. والثمن ديالهم حتى هما 4 اورو 99. الثمن ديالهم في الاعلى. هاد الجهه كلشي نتاع الحوايج تاع الشوا ونتاع اللي خاصه بالهواء الطلق. هذه عاود الجهه نتاع الحلويات والشوكولا بصفه عامه. جابوا هاد الشوكولات اول مره نشوفها صراحه. هي جايه شكل موس لداخل. وشكون اللي ما يعقلش على هاد الشوكولات نتاع الزمن الجميل، تاع شكل حلزون، فيها اشكال هكا مختلفه معروفه قديمه. هذه كانت دايره اورو 99 تقريبا 2 اورو. ردوها داروا فيها تخفيض، ردوها 2 اورو 50. هاد الحوايج اللي منا بجهه الحلويات والشكالط، يعني كاين تخفيضات مهمه خاصه للناس اللي كيسافروا يديو هكا حلوه ولا شوكولاط للعائله ديالهم. اما بالنسبه لهذا المنتج، هذا المعجون تاع هو صابون كيزيل يزيل الطبائع من الكسوه. واللي كيمشي بكثره هو هذا الابيض. الابيض يعني انه خاص بالملابس البيضاء، واللون الوردي خاص بالحوايج الملونه. اما بالنسبه لهذا فهو داك الثمن ما ديروش عليه لانه غلط. فون دو تان تاع الوجه تاع المكياج، الثمن ديالو 4 اورو 99. هاوك فوق المنتج ديالو، هاوك في الاعلى 4 اورو 99. ديك 2 اورو 99 تاع واحد الكريمه اخرى. هذا 4 اورو 99. وكاين فيه جوج نتاع نوامر، فيه 10 اللي هو لون فاتح، جالي فاتح بزاف. هاهي النمرة 10 كهيك مكتوبة في الأسفل نتاع ديك القرعة. وهذه النمرة 15، عجبتني النمرة 15، هايك مكتوبة فيها لايت غوز. اللون ديالها غادي الوردي، جاي يجي مزيان في الوجه. هذا المكياج اللي خاص بالوجه، هذا عاوتاني ديك نتاع الخدود لو جايين مات. هاد المكياج كيتمشى لهم بكثره كما تشوفوا. كاع دوك الرفوف ديال المكياج خاويين، فيهم حاجه قليله. كاين فيه الوان، كاين هذا عطي الالوان الترابيه، هذا بين الباج والقهوي بارد. عجبني هذا، حمقني هذا اللون. جاي في الكري، الكري بارد والكري فونسي. وفوق هذا الشيء هذاك المنتج الوحيد اللي جاي بريون. حتى البريون تعطي واحد اللمسه، واحد اللمعه للوجه. الاخرين جايين مات، الوان هادو الوان ترابيه كما تشوفوا، قهوي بارد وباج وقهوي مجهد وقهوي خفيف. كاع هادوك الوان ترابيه. عجبني هاد الكري، المهم حمقني ما فيش جدال ديتو. هادو مرطبات نتاع الكريمات نتاع اليد، الثمن ديالهم جد مناسب. كاين هادي كريمه نتاع بزيت الزيتون، وهادي نتاع الورد هايك دايره فلورال، والاخرى كاتبين اوليبا نتاع زيت الزيتون. والثمن ديالهم جد مناسب، غير اللي ما بغاش يرطب يديه. مزيان السيده تهتم بيديها، لان كان نعرضوهم للصابون جافيل، مواد التنظيف. كيتغير البشره تاع اليدين وكانت تنشف، ضروري من الترطيب. هادو بالنسبه ليهم هادو الكريمات تاع الشمس. كاينين سبراي، كاين زيوت، كاين كريمات.
هذا الجل، هذا بالنسبه لهذا الجل نتاع الدوش، والثمن ديالو جد مناسب، وداري فيه طبيعي. وهذا جل كذلك نتاع التدواش، والثمن ديالو جد مناسب، والريحه ديالو روعه. من شميت الريحه ديالو كنت جات عطاتني الريحه نتاع البحر، نتاع ديك الانتعاش، واحد الريحه زينه فيه. هذا البربر عاود الجهه نتاع الخضر، ننتقل معكم الجهه نتاع الخضر. بالنسبه للبربر كانوا دايرين له اورو 99، رجعوه اورو 49، نقصوا فيه 50 سنت. وما كيستعملوا هكا، الاغلبيه يستعملوا هكا. وهاد الطوماطيش تشيري او طوماط سوريز حتى هي داروا فيها تخفيض جد مهم، كانت 2 يورو 19، ردوها اورو 49 في الكميه تاع 500 غرام، نص كيلو. وبالنسبه للمعجنات او الفينوازري بهذا الجهه، عندهم واحد الجهه نتاع الخبز ونتاع هذا الشيء نتاع المعجنات. عندهم حوايج رائعه في المذاق. كاين هاد الدونات، كاين على الاشكال، كاين بالشوكولاط الاسود، بالشوكولاط الابيض، كاين اللي عاديين، كاين تاع الشوكولاط الاسود، كاين هاد لي كرواسون صغار، الكرواسون بالحجم الصغير. وكل حاجه الثمن ديالها حداها، وانا كنشوف لهم اثمنه جد مناسبه. كنعتذر على هاد الحس اللي كاين، شي حد راه كيحفر في الدار ديالو ولا ما عرف شنو يديروا، كاين شويه ازعاج، اعتذر عن هذا الصوت المزعج. وهنا البنات وصلت معكم لنهايه الحلقه. كان الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هذه نهايه الحلقه. كنت شريت حوايج حوايج هكا للدار. المهم هذه هي الخرجه، راني خارجه غاديه. اجواء مشمسه، وكاين هنا مناظر رائعه، كاين الطبيعه بزاف حدا هاد المحل تاع ليدل. كاين الطبيعه، كاين واحد البحيره كيكزوا حداها الناس، خاصه في نهايه الاسبوع من ما يكونوش خدامين. ما فيها بس الانسان ملي تكون الشميسه هكا يخرج يعرض الجسم ديالو شويه لاشعه الشمس، تعطي حيويه وطاقه للجسم، زياده الى ان الفيتامين دي اللي موجود في اشعه الشمس. المهم نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو بهاد الحلقه اللي درتها، وكيوصلكم كل جديد وانتم في ديوركم، وكتعرفوا الاثمنه وتعرفوا اسم مخرج جديد، خاصه الناس اللي مهتمين. صراحه ليدل كيجيبوا حويجات زينين، كيجيبوهم والجوده حتى الجوده عندهم. المهم نخليكم البنات حتى الحلقه القادمه باذن الله. ما تنسونيش باللايك والاشتراك.